السلام عليكم، كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات جيتكم بواحد الميني طورطه غزاله كتحمق. غادي نقدم معكم جوج، غنصاوب معكم جوج، وحده على شكل دائري كما كتلاحظوا الجينواز غزاله، والثانيه على شكل مربع. هنا هاد الجينواز شطت ليا واحد الطورطه كنت صاوبتها معكم في الفيديو السابق على شكل مربع عائليه كبيره، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد الجينواز اللي بقات ليا. كما كتلاحظوا قطعت هاد الجينواز على شكل دائري، غير هاد السيركل اللي عندنا، هاد السيركل ديال الحرشه اللي كيكون شويه كبير ماشي داك الصغيور. هنا كيبقاو لنا داك الطريفات كنعاودو نجمعوهم باش نشكلوا ثلاثه ديال الطبقات. كنجمعهم بحال هكا داك الطريفات اللي كيبقاو لنا حتى هما كنعمروا بهم الوسط، هما كيجيو زوينين. وهذه على شكل مربع، داك الطريفات اللي بقاو لي حتى هما غادي نعمر بهم الوسط. وندوزو للتحضير ديال الكاناش. هنا غادي نصاوب معكم الكاناش. عندي نص كاس ديال الكريمه كما كتلاحظوا، الكريمه السائله ما حلوهاش البنات الكريمه اللي عندي. وعندي شكلاط هنايا ديال الحليب، انا شريت هذاك اللي كيكون في الباكيات، شكلاط بالحليب. عندي 50 غرام ديال الشكلاط. صافي البنات كما كتلاحظوا هنا ضروري هاد الشكلاط ديال الحليب البنات كيجيكم زوين بزاف، واخا الاخر استعملوا كالا ولا شي ماركه، ولكن هذا غيجيكم زوين. بعد ما كندوبوا فوق النار غادي نحيدو حتى كيذوب مزيان، كنحيدو على عافيه شويه متوسطه. هنا بغيت نزيد له شويه اللون، هذا ما فيش اللون، زدت له شويه ديال الشكلاط ديال هاد الماركه هادي، ولا ما عرفتش سميتها واش الفيل ولا كالا اللي زدت هنايا. زدت له واحد 3 القطع، ذوبتهم مزيان. ونزيد ورقه ديال الجيلاتين اللي فيها 3 ديال الغرام. هاد الورقه ديال الجيلاتين كتوزن 3 غرام. صافي كنغطيها نحركهم مزيان حتى كندوبوا هذيك الجيلاتين اللي عندنا، وكنغطيوها نخليوها على جنب. صافي هنا ندوز للكريمه. كما كتلاحظوا عندي كاس ونص ديال الكريمه السائله. صافي البنات هنايا كنطربوا هاد الكريمه، ولكن ما كنطلعوهاش بزاف حيت غنستعملوا فيها الجيلاتين، يعني ما خصناش نطربوها بزاف تدير لنا داك المنقار. صافي هنا غادي نقسمها على جوج، النص غنديرو بالشوكولا نواغ بداك الكناناش نواغ، والنص غنديرو بهذاك الكناناش اللي درناه في البلون. غادي نقسموها ونشوفوا الكناناش ديالنا البنات. كنقلبوا الكناناش ديالنا ما يكونش سخون وما يكونش بارد، يكون دافي. كنديروا على يدي بحال هكا كنحس به غير دافي. صافي وغادي نستعملوا دفوعات فوق الكريمه. كنبقى نضيفوه دفوعات، ما نضيفوش مره واحده، وحنا كنخلطوها كامل من الاسفل للاعلى باش ديك الكريمه ما تهبط لكمش. الا درتوه هو سخون الكريمه غادي تهبط ليكم، ما تجيش زوينه. صافي كما كتلاحظوا غادي نخليها على جنب. بعد ما كنكمل نخليها على جنب ندوز للطورطه المربعه. هنايا البنات كما كتلاحظوا غادي نشد الحليب غير صغيره، راه ماشي كبيره البنات، فيها نص كيلو في الوحده. صافي عندي الحليب او القهوه، سقيو اللي بغيتو نتوما، الحليب او القهوه او السيرو. كنضيف الحليب وكنضيف الطبقه ديال الكريمه، وغادي نضيفوا الطبقه ديال الجينواز. يعني غادي نكملوا بهذه الطريقه حتى نكملوا 3 ديال الطبقات. هنايا عندي واحد الكره ديال الشوكولا البنات، هي غادي نوريها لكم. كره ديال الشوكولا للتزيين، هذه كانت عندي غير للتزيين، كنزين بها وما بقاش فيها اللون من الفوق. صافي غادي نفرتها في الوسط باش تعطينا داك القرمشه. القرمشه كتجي زوينه في الطورطات البنات، ولا ديروا النوغا حتى هي كتجي زوينه. من بعد ما غادي نغطي الطبقه المقرمشه بحال هكا، نغطيوها مزيان بالكريمه. غادي نزيدوا الطبقه الاخيره، وكنبقاو بحال هكا البنات الطبقه الثالثه والاخيره. الطبقه الاخيره البنات ما كنسقيهاش بالحليب كما كتلاحظوا، غادي نغطيها مزيان بالكريمه وندخلها لك كل جيلاتو الليله كامله. هنا عندي ورقه ديال الجيلاتين فيها 3 غرام. كنخليو هاد الجيلاتين في الماء بارد كترطاب، ونديرو نص كاس الكريمه، ونضيفو 50 غرام ديال الشوكولا البيضاء. هنا البنات استعملت غير كالا، من الاحسن انكم تستعملوا شوكولا بالحليب كتجي زوينه بزاف. نعصروا هاد الورقه الجيلاتين من الماء ونضيفوها ونحركوا مزيان باش ما تبقاش الجيلاتين ديالكم باينه. وندوزو البنات هنا نخليو الكاسرونه على جنب. ندوزو الكريمه بعد ما قسمناها كنضيف واحد نص علبه ديال معلقه كبيره ديال الفلو كراميل، والنص الثاني غادي نخليها غادي نستعمل فيه، انا نستعملو في التزيين. صافي كنطرب غير واحد شويه ماشي بزاف. من بعد غنرجع نضيف الكاناش اللي صبت معكم بلو البيض. كنضيفوه بحال هكا بالتدريج، جوج المرات ولا 3. قسموه وبقاو كتخلطوها كامل الاسفل للاعلى غير بشويه، ما تخلطوش انكم بواحد السرعه. هنا عندي جينواز دائريه، وعندي هاد البلاستيك اللي كتشوفوا بحال هكا في الاسفل، هذا راه كيتباع في المكتبات ولا تلقاوه هكا في الكتيبه ديال وليداتكم. كنضيفوا الطبقه ديال الجينواز ونرشوها البنات بالحليب، ونديروا الطبقه ديال الكريمه، ونزيدوا الجينواز ديالنا، وكنديروا الطبقه ديال الجينواز والكريمه كما كتلاحظوا بحال هكا حتى كنكملوا الطبقات اللي عندنا كلهم. صافي كنضيفوا الكريمه والطبقه الاخيره البنات ديال الجينواز
كنضيف فوق منها هنايا كما كتلاحظوا شويه ديال النوغا، كتعطيها النوغا غزاله البنات، كتجي واحد التقرميشه ما نقول لكمش المذاق خطيره البنات، كتجي غزاله على النوغا في الطورطات. والطبقه الاخيره البنات ديال الجينواز راه ما كنسقوهاش بالحليب. هنا عندي السكر سنيده كما كتلاحظوا، عندي 70 غرام ديال السكر، وعندي 30 غرام ديال الكاكاو المر، وعندي نص كاس كريمه سائله ونص كاس ديال الحليب. غادي نضيفهم فوق هاد الخليط اللي عندي، وغادي ندوزهم فوق النار البنات مع التحريك المستمر حتى كتطلع لنا فيهم الغليه. وهاد الوريقات الجيلاتين البنات كنرطبوها في الماء قبل ما نديروا الكاسرونه فوق النار. ديك الوريقه الجيلاتين فيها 3 غرام، كنخليو الكاسرونه كتغلي فوق النار حتى كطلع فيها الغليه مزيان، وعاد كنحيدوها ونضيفوا فيها داك الوريقات الجيلاتين كنعصروها من الماء ونديروها صافي. كما كتلاحظوا هنايا هاد الكلاصاج ديالي اللي غادي نزين به الطورطه هو هذا. كنخليوها البنات على جنب، كنحركو مزيان مزيان، ضروري ما تحركو مزيان، وعاد غادي نصفيوه. ضروري ما تصفيوها البنات باش ما كتبقاش داك الكتل عندكم ديال الجيلاتين صافي. كما كتلاحظوا غادي نصفيه. هنا بدا كيتقالب شويه، هانتوما كتلاحظوا شوفوا هاد الشوائب اللي كيكونوا فيه ديال الجيلاتين، ضروري ما تصفيوه. نخليه على جنب البنات باقي سخون، ما نديروش فوق الطورطه وهو باقي سخون. الا درنا فوق الطورطه هو سخون غادي يدار عليكم الكريمه غتسيح. هنا من بعد ما درت الطورطه في بيت ليله كامله في المجمد كنخرجها وكنجرب على يدي بحال هكا. الكلاصاج ديالي كيكون دافي ماشي بارد وماشي سخون، كيكون غير دافي، وكنغلف به الطورطه اللي عندي. كما كتلاحظوا بهذه الطريقه هذه كيجي غزاله البنات. هذا الكلاصاج كيجي لامع وكيجي زوين البنات، كيحمق والمذاق زوين بزاف. كنهزوا هذاك الكلاصاج اللي بقى لنا في زلافه صافي، وكنرجعوه حتى هو كنديروه من الفوق. وهذه هي طورطه يديه، ما نقول لكمش البنات يديه كيفاش دايرين بالكلاصاج نوار صافي. هنايا ندوزو نحضروا واحد الطبقه اللي غادي نديرو فوق الطورطه اللي درنا في البيض. عندي معلقه كبيره ديال الفلو، وعندي معلقه ديال السنيده، وعندي معلقه ديال صغيره ديال النشا كما كتلاحظوا، وكاس صغير ديال الماء. داك الكاس راه ماشي كبير بزاف. غادي نحرك مزيان وغادي ندوز فوق النار حتى كتغلي ليا. قبل ما ندوز فوق النار البنات زدت لها واحد شويه ديال الكراميل، لاغوم ديال الكراميل، عاد دوزتها فوق النار حتى غلات ليا. بعد ما كتغلي غادي نضيفها فوق الطورطه ديالي. الطورطه بطبيعه الحال بيتي ليا كامله في المجمد كنضيفها فوق الطورطه، ولكن ما يكونش سخونه، تكون غير دافيه صافي. هنا كنحيدوا هذا البلاستيك اللي عندنا غير بشويه كنحيدوه. هانتوما كتشوفوا البنات طلعت غزاله، الطورطه جات كتحمق زوينه بزاف، والمذاق يا سلام كطلعت غزاله احسن من ديال الباستري والله القسم الا غزاله. كنحيدوا هذاك البلاستيك اللي عندنا ونحيدوا هذا السرك غير بشويه بحال هكا صافي، وغادي نديروها بحال هكا باش نزينوها صافي. انا درت لها غير عجينه السكر ورياضه ديال عجينه السكر بحال هكا ورياضه درت. وانتم تزينوا باش ما بغيتوا البنات تزينوا. الطريقه ديال التزيين كتبقى اختياريه. هاد الكلاصه البنات المذاق الكراميل كيجي كيحمق كيجي زوين، واخا هنا راه كيبان لكم بحال شكل الليمون، ولكن هو بالكراميل كيجي غزال البنات كيجي كيحمق. غير الاضاءه كتبين لكم الكلاصه بداك الطريقه هذيك صافي البنات. من بعد ما كملت نتوما كتشوفوا بسم الله ما شاء الله جات كذا تحمق جات غزاله. في الحقيقه البنات انا ما فضلت حتى شي وحده فيهم على الاخرى لانهم بجوج. هذه الطبقه ديال النوغا جات زوينه، داك القرمشه ديال النوغا جات زوينه، ومذاق الكراميل جات غزاله، وهذيك النواغ جات بالمذاق ديال الشوكولا جات غزاله. هانتوما البنات كتشوفوا الكريمه جات واقفه وباينه، يعني الكريمه جايه باينه بسم الله ما شاء الله جات غزاله والمذاق غزال. كنتمنى البنات بارطاجيو الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي. الله يحفظكم ويكبر بكم، خليو لينا اللايكات ديالكم والتعليق ديالكم الزوينه، الله يحفظكم. ونخليكم هنايا هانتوما مع الطورطات. هانتوما سمحوا لينا اللي كتوحم كتجي زوينه بزاف. الكلاصاج كيجي زوين كيجي غزال. هذا الكلاصاج في النوار حتى هو كيجي زوين. واللي كيبقى لنا الكلاصاج اللي كيبقى البنات راه حنا ما كنرميوهش، كنجمعوه ونعاودو نخدموا به مره اخرى. هذه هي الطرطه النهار اليوم. ما تنساوش البنات باللايك والاشتراك في القناه. الله يحفظكم ويكبر بكم، والى الفيديو الجاي ان شاء الله يا ربي. بسلام عليكم.